يعني انا مثلا كراجل ممثل عايز اخد فرصة، وانا ايام ما كنت في بدايتي، ما انا ياما اتهنت وياما اتطردت من المكاتب واستحملت وكنت مبتسم. لان كلنا ادم عايز تبقى حاجة كويسة، استحمل ومش لازم مش لازم الاحساس بالذات زيادة، ده مش صح. ما فيش حد يشوف شغله. ما هو عامل النظافة، ما هو لو حس بذاته هيقول ما انا انضف للناس ليه؟ لو انا مش عارف ايه هقول طب ما انا اعمل كده ليه؟ فاحنا احنا كلنا تروس متعشقة في بعض، وكلنا احنا اللي بندور الحياة. فلازم انت تشتغل شغلانتك صح، وانا كممثل اعمل شغلي بضمير برضو، واركز واتعب في شغلي. يعني زي ما بيقولوا في الشارع كلنا عبيد للقمة عيشنا او لاكل عيشنا. فدي حاجة، ده عيب من العيوب اللي انا لاحظتها فيهم. لا لا، فكرتي انا موضوع التعبان، انا بحب اشبه اي شخصيه بعملها يعني كل شخصيات ليها صفاتها قريبه من حيوان ما. مثلا يعني مثلا شخصيه عبده موته، او الشخصيه اللي من هذه الفئه. التعبان مثلا بياكل فئران وبياكل كتاكيت وبياكل حاجات كده. فهو ده مبدأ الناس دي، هم اتربى على ان القوي بياكل الضعيف، وان فهو بقى قدوته ده. انا مش هبقى فار عشان التعبان ما يجيش ياكلني. فهو مبدأه في الحياة ان هو كائن مفترس او حاجة قوية عشان ما اتاكلش طول عمري. فده اللي وصله ان هو يربي تعبان في بيته. ان هو التعبان ده صاحبه يعني مربيه، وبيجي بنشوف حتى المشهد اللي هو بيحب يصطبح بيه، ان هو بيطلع الفار من المصيدة ويرميه للتعبان ويتفرج عليه وبياكله. ان هو ده مبدأه، بينزل الشارع كده. يعني بينزل من بيته وواخد المبدأ ده، ان انا اكل ما اتاكلش. ما انا قبل الفيلم رحت اشتريت تعبان نوعه اصله هندي. كان طوله 2 متر ومات مات بعد اخر يوم تصوير. يعني خلص دوره ومات. كل الشركة زعلانة، كل الفيلم زعلان عليه جدا. الحاج احمد السبكي نفسه زعلان على التعبان، لان عاشرناه فترة التصوير كلها بقى، وكله بقى يلعب بيه، وكل اللي كان بيبقى خايف منه الاول بعد كده حبه وحاجات كده.